السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبايبي، عاملين ايه الاخبار؟ وحشتوني جدا. والله العظيم الواحد ما عارف يقول ايه بجد، الواحد مش عارف يقول ايه بجد. الواحد خلاص جاب اخره، الواحد جاب اخره والله العظيم. غزل المحلة، توصل لغزل المحلة. مع احترامي لفريق غزل المحلة، مع احترامي لكل فرق الدوري، الواحد مش عارف في ايه. في ايه؟ في ايه بجد؟ ده كده في حاجة مش طبيعية، في يا جماعة حاجة مش طبيعية. لا حول ولا قوة الا بالله. حبايبي واخواتي، قبل ما اخش في موضوع الفيديو، يا ريت كل اللي بيشوف الفيديو ده يشاره في كل حتة. يا ريت يعني عشان نتكلم في مواضيع مهمة جدا، يعني بخلاف الهزيمة يعني انا مسميها الهزيمة القذرة ديت. تمام. فيا ريت كل اللي بيشوف الفيديو ده يشاره في كل حتة، ويدوس لايك لو عجبه الفيديو، ويشترك في القناة لو عجبه المحتوى اللي انا بقدمه. نخش في الموضوع على طول. بصراحة، بصراحة الواحد مش عارف في ايه. الزمالك ماله مش عارف في ايه. الاهلي بسم الله ما شاء الله، عشان في تحس ان سلكان في اوضه اللبس. في مدرب كوتش من بره بيعرف يقرا الجيم. مش أول فرقة أول ما تنزل يخش فيها هدفين، هدفين في أول 10 دقايق ولا أول ربع ساعة، ونفس العك في التشكيل ونفس العك في كل حاجة. ليه يعني؟ أنا مش فاهم ليه. ليه بيحصل كده؟ ليه بيحصل كده؟ حد يفهمني ليه بيحصل كده؟ تشكيل زي الزفت، لعيبة زي الزفت، مفيش أي تكتيك في الملعب، مفيش أي مهام في الملعب. نازل بتشكيل كله غلط، نازل بتشكيل غلط. نزل لي عبد الشافي في امتى؟ منزل ليه؟ بتلعب ليه ما بتحطش الراجل المناسب في المكان المناسب؟ ليه؟ ليه انت عايز توصل لايه؟ بعيدا عن ان انت الزمالك اقلك من اداره فنيه. ليه بتعند؟ ليه عندك عبد الشافي بره؟ فتوح بتقوله مش جاهز، اللي كان بيلعب ما فيش من فتره قريبه مش جاهز. ما تلعب عبد الشافي. ليه منزل لي سيد نيمار على ناحيه الشمال؟ ومصطفى شلبي ليه؟ مصطفى شلبي عمل ايه؟ مصطفى شلبي ده هيجيب لنا جلطه، مصطفى شلبي ده هيجيب لنا جلطه. وبعد ده بعد ما دخل فيك الجونين جاي تشقلب ترجع زي نيمار مكانه وتنزل ايه؟ طب ليه؟ طب ما انت من الاول اعمل كده. ومقعد لي دونجا على الدكه، ومنزل لي رؤى، منزل لي رؤى. والدفاع اللي شوربه، مفيش اي تمركز. والله العظيم انتوا لعيبه عاله، والله العظيم انتوا لعيبه عاله. انا عندي نلعب بالناشئين ولا نلعب بواحد فيكم؟ حسبي الله ونعم الوكيل في كل لعيب. جبتوا للجماهير الضغط والسكر وخليتوا الواحد بقى قرفان، بقى قرفان لما بيشوف الماتشات ديت. حرام عليكم، الواحد يقول لكم ايه والله. والله العظيم حرام تيشيرت الزمالك تلبسوه. قبل ما انسى، احب ابارك لاخواتي الاهلاويه. ولما بقول اخواتي فهم اخواتي فعلا، يعني احنا مش اعداء، هو اخواتي. وفوزوا من النهارده على البنك الاهلي 1-0 بهدف محمد شريف. اللي كانت جماهير الاهلي بتنتقد محمد شريف، مش عارف على ايه برضه. مع انه مهاجم كويس، ده اصلا يعني هو مهاجم كويس. هو اصلا كان جناح، يعني هو كان جناح ولعب مهاجم كويس وجاب اهداف. فببارك للنادي الاهلي النهارده، وتصدروا طبعا الدوري برصيد 37 نقطه. ياتي بعديه فيوتشر، المفاجاه اللي تعادل النهارده، قلنا احنا هنكسب عشان في المركز الثاني برصيد 34 نقطه ولا 33 نقطه. بيراميدز النهارده بعد ما فاز على سموحه 2-1. والمفاجاه بقى، غزل المقاولين العرب في المركز الرابع.
سلم لي على الجبل الاصفر. والزمالك في المركز الخامس برصيد 26 نقطه، المقاولين 27 والزمالك 26. شفت وصلتونا لايه؟ شفت وصلتونا لايه؟ القصه مش قصه ترتيب، والقصه مش قصه ان انت في المركز الخامس. القصه ان تعملوا في نادي الزمالك كده، تعملوا في نادي الزمالك كده لما توصل ان انت تتغلب من غزل المحله، مع احترامي الشديد لغزل المحله، فحرام ان انت، حرام اللعيبه دي تلبس تيشيرت نادي الزمالك. حرام. جاي بعد ما يدخل فيك جونين تهاجم بكل خطوطك وانفرادات ضايعه على غزل المحله بالجمله. والله العظيم الواحد اتحرق دمه وبقى خلاص مش قادر يتكلم ولا قادر يشوف ماتشات تاني. خلاص الواحد خلاص، كل مره نقول الماتش ده وعدى، ماتش وعدى، ماتش وعدى، ماتش وعدى. مجلس الاداره، ده انا جاي لكم بقى في قرارات مجلس الاداره. من ضمن سبب اللي الزمالك اللي فيه ده مجلس ادارته، مجلس ادارته. وانا بقول الكلام دوت وعلى مسؤوليتي. مجلس ادارته رقم واحد، مش فريق رقم واحد، مجلس اداره رقم واحد. لان انت شايف شايف الفرقه رايحه لفين من قبل ماتش اسوان، من بدايه الدوري، من بدايه الدوري. شايف المركب رايحه لفين، شايف ان المركب رايحه هتخبط في صخره وهتغرق. وانت لا، بتقول استقرار. استقرار ايه؟ استقرار ده لما تكون انا نتائج ماشي كويس وتعثرت في ماتشين، ما اجيش ان انا اشيل مدير فني. لكن انت شايف المركب عماله تنزل 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 والميه تخش في المركب وهتغرق، وجيت شلته ايه بعد ما المركب غرقت خالص؟ بعد ما بقى الفرق ما بينك وما بين المنافس 11 نقطه، 11 نقطه. قلت هتسيبوا ماتش غزل المحله وفيوتشر وفاركو. اذا كان غزل المحله كسبت، هنعمل ايه مع فيوتشر وهنعمل ايه مع فاركو؟ شوفوا وصلنا لدرجه إيه ان احنا بنقول هنعمل ايه مع فيوتشر وهنعمل ايه مع فاركو، مع احترامي ليهم. يبقى سبب رقم واحد، رقم واحد في اللي بيحصل في الزمالك ده، تمام، مجلس ادارته والتخبط اللي في مجلس الاداره وهزازين الرؤوس اللي على طول موافقه موافقه. موافقه على ايه؟ كابتن جمال عبد الحميد، يا راجل ده انت كابتن، يا راجل، يا راجل ده انت كابتن كبير في السن وكابتن، كنت من كباتن نادي الزمالك. حاضر، موافقه موافقه. اللواء علاء مقلد، التسقيف. يبقى رقم واحد التخبط في مجلس الاداره وعدم اتخاذ القرارات المناسبه والجعجعه وقله الادب. هو ده بس، ده رقم واحد. رقم اتنين، رقم اتنين الاعلاميين الزملكاويه سواء في على اليوتيوب او على قناه الزمالك، اللي عمالين يضللوا ويطبلوا ويطبلوا لمجلس الاداره، واللي بيقولوا معلومات وهميه وكلام وهمي. سيبكم من الكلام اللي بيتقال ده كله، كل ده في شنك، كل ده في شنك. كل شويه واحد فيديو يطلع يقول انتظروا الصفقه الفلانيه، قرارات المستشار مش عارفه مين، قرارات إيه؟ كل ده في شنك، كل ده يلم مشاهدات عشان عايز يلم مشاهدات. اسمعوا مني، انا راجل بشجع النادي مش عشان حاجه. ولما طلعت وعملت قناه على اليوتيوب عشان اطلع اتكلم، فانا بتكلم بصراحه، بتكلم بصراحه وبما يرضي الله. يبقى رقم اتنين الاعلاميين الزملكاويه، الاعلاميين الزملكاويه اللي سواء على قناه الزمالك ولا على اليوتيوب، تمام. وفي اولهم واحد انا قلت اسمه قبل كده في فيديو، المطبلاتيه، اللي يطلع يقولوا صفقات مش عارفه ايه، ويطلع من العربيه يقول ده بس مش عارفه ايه وبس مباشر الصفقات المهم. كل ده اسمعوا كلامي، ده في شنك، كل ده في شنك. محدش فيهم بيقول معلومه صح، محدش فيهم بيقول معلومه صح. صفقه عبد الله السعيد دي بقى لنا نسمع عنها بقى لها 5 سنين، تمام. يبقى قلنا رقم اتنين الاعلاميين الزملكاويه اللي في قناه على قناه الزمالك، والاعلاميين اللي منتمين لنادي الزمالك اللي على اليوتيوب. رقم ثلاثة الاعلاميين او البلوجر اللي على اليوتيوب اللي عاملين نفسهم زملكاويه. هم فعلا زملكاويه بس طالعين يهدوا في الفريق
يهدوا في الفريق. تمام. سواء بالسكريبتات اللي بيحطوها على الفيديوهات، السكريبتات اللي بتتحط على الفيديوهات. تمام. ودوس على الزمالك ودوس على على النادي عشان يلموا مشاهدات ومجامله في المنافس. انا ما عنديش مشكله ان انا اطلع اشكر في الاهلي، واطلع اقول مبروك للاهلي، مبروك للاهلي، كسب لعب ماتش حلو. حتى لو لعب ماتش وحش اطلع اقول لعب ماتش وحش بس كسب، خد 3 نقط. انا قلت دول الثلاث حاجات اللي السبب وراء هدم نادي الزمالك. رقم 4 والأخيرة، الثلاثة دول، الثلاث حاجات اللي قلتهم دول الأساسيين. رقم 4 والأخيرة، الإعلاميين اللي على القنوات الرياضية، اون تايم سبورت والحياة والمحور، كل دول طالعين عشان الزمالك وقع. طالعين بقى إيه؟ يتكلموا الكلام ومش الزمالك فيه مشاكل، مفيش مشكلة. بس لما كان بيبقى فيه مشاكل في المنافس ما كناش بنعمل كده. ونقول الاهلي وهيرجع والاسد اللي بيقع ما هيقوم تاني. مفيش مشكله، بس خليك اعلام محايد. نفس النبره اللي بتتكلم فيها على الزمالك يتكلم فيها على الاهلي، نفس النبره اللي هتتكلم فيها على الاهلي والزمالك يتكلم فيها على باقي الانديه. لا، احنا عندنا في الاعلام اهلي وزمالك فقط، فقط. فالواحد خلاص بصراحه في وسط، يعني اللي الكوره اللي احنا عندنا دي مش كوره، مش رياضه، مش رياضه. النهارده انا ببارك لغزل المحله، ببارك لغزل المحله، لعبوا ماتش من احلى ماتشاتهم اللي شفتها من ساعه ما انا وعيت على غزل المحله او شفت غزل المحله بتلعب في الدوري. ماتش ولا في الاحلام، ولا في الاحلام. هتقولي لي دافع اخر الناس هتقول لي دافع طول المباراه. يا باشا خطف الجونين ونام عليهم، ونام عليهم. انا مش بلاعب مركز شباب، انا بلاعب الزمالك، انا بلاعب الزمالك. انا ببارك النهارده لغزل المحله، وببارك لبيراميدز اللي جاب مدرب احنا ما عرفناش قيمته ومشيناه، ايا كان مين اللي مشاه. وببارك للنادي الاهلي اللي كسب وفرح جماهيره. فارجو اللي يعني اخيرا ارجو اللي بيشوف الفيديو ده يشيره في كل حته، في كل حته عشان يوصل للناس. واللي عجب الفيديو ده يدوس لايك، واللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه عشان يوصله كل فيديو انا بنزله. معلش انا طولت عليكم، بس والله انا تعبان، بس قلت لازم اطلع الفيديو واتكلم في اللي بيحصل. يلا ربنا يجيب الخير لكل الناس يا رب العالمين. السلام عليكم.